السلام عليكم everyone. I hope that you're faring well. أخدت بالي إن في students كتير الفترة اللي فاتوا بيعملوا shift من ال EST أو ال EST لامتحان ال ACT أو اسمه التاني ال ACT. ففي نصيحة مهمة جدا ومعلومة مهمة جدا أنا شايف كل طلبة ال ACT لازم يعرفوها. بصوا يا شباب، ال ACT معتمد ومش معتمد في نفس الوقت. دي حاجة لازم تاخدوا بالكم منها كويس جدا وانتوا بتاخدوا قرار هتخشوا امتحان ايه. يعني ايه معتمد ومش معتمد؟ لازم نفرق بين حاجتين. مهم جدا الفرق بينهم، الفرق بين ان الوزارة اعتمدت امتحان معين وبين ان اكشلي الجامعات بتقبله. يعني ايه الكلام ده؟ انا دلوقتي الوزارة بتقول يا جماعة الامتحانات اللي ممكن تخشوا بيها الجامعة من خلال الدبلومة الامريكية هي الاي اس تي والاكت في مصر، وممكن تخش من السات بره مصر. ده اللي الوزارة بتقوله. طيب الجامعات الخاصة لما الناس راحوا سألوا فيها هل الأكت مقبول ولا لأ، قالوا لهم والله احنا لسه قرار الوزارة ما وصلناش. وده حاجة يعني المفروض ما تخوفش الناس، لأن طبيعي أي حاجة في مصر انتوا عارفين يعني بتاخد شوية تايم وديوريشن كويس على ما تتقبل، لكن متوقع انها تاخد شوية وقت. فالكلام ده انا بقوله ليه؟ عشان حضرتك لما تروح الجامعة مثلا تقول لهم يا جماعة انا عايز اخش بالاكت، حط دايما احتماليه ان هما ممكن يقولوا لك والله احنا لسه ما بنقبلش الاكت لان لسه قرار الوزاره ما وصلناش. فهل معنى ده ان انا بخوف الناس من انها تخش الاكت؟ بالعكس، انا شايف الاكت امتحان لذيذ جدا، وامتحان الفورمات بتاعته ستاندرايزد والفورمات بتاعته كويسه، وانصح الناس انه هو بديل كويس جدا للاي اس تي. بس عشان خاطري نصيحه شخصيه مني، اوعى تحط، يعني في كده مثل بالانجلش بيقول لك never put all your eggs in one basket. اوعى تحط كل فرصك او تحط كل امالك على حاجه واحده بس. فانا رايي عايز تخش الاكت وشايف ان هو مناسب ليك يا باشا، خش براحتك عادي خالص. بس بليز اتليست خش لي الاي اس تي مره او مرتين تجيب فيهم سكور كويس just in case ان في اي مشاكل في اعتماد الاكت في الجامعات. يعني الناس اللي في 11 وحتى الناس اللي في 12 انا متوقع ان شاء الله على اخر السنه دي هتبقى مشكله قبول الاكت في الجامعات خلصت تماما. however دايما بنحب ان احنا just in case في احتمال انه ده ما ينفعش، يكون عندنا بديل كويس. فده كشورت نوت كده صغيرة حبيت ان انا اقولها لكم. وربنا يا رب يوفقكم كلكم في الامتحانات اللي هتخشوها ان شاء الله. and I will see you soon. السلام عليكم.